اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا صباح النور والسرور على احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا كلها. حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والشير فضلا ليس امرا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد معانا. النهارده زي ما انتم شايفين كده ايه بدايه الفيديو، ما شاء الله حاجه ايه مسكره وجميله كده. جبنا ايه فرختين شمورت من اللي كنا عاملينهم سوا، ما اشتريتهمش يعني، دي الفراخ اللي انا كنت عاملاها معاكم. طلعت كده فرختين شمورت حلوين علشان ايه نعمل بيهم الاكل النهارده. زي ما انتوا بقى شايفين ما شاء الله شكل البوتاجاز عامل ازاي بقى. كنت بجد متضايقه منه جدا اليوم بتاع الحواوشي. عك الدنيا خالص، بس قلت ايه ما اطلعش بقى ايه لما اكون مخلصه كله كده، واكون بقى منضفه الدنيا. غسلت المواعين وشطبت المطبخ وغسلت البوتاجاز وخليت كله زي الفل، وقلنا نبدا على نظافه. ببقى على فكره نفسي جدا جدا ادخل معاكم في الروتينات بتاعه التنظيفات وكده. بس يعني مش عارفه مش بيجيلي قلب ليه، او انا يعني مش بحب اطول عليكم كتير اكتر من كده. هنا زي ما انتم شايفين حطيت معلقتين من السمنه ونزلت عليهم بالبصل. بس زي ما انتم شايفين كنت بفكر اقسم البصلايه، بس ايه رحت حطاها كلها لان البصلايه كتيره شويه. هقول لكم انا عملتها كده كتيره ليه. انا قلت بدال ما يعني انا بعمل بصله للتسبيكه، وبعمل بصله للرز بتاع الفراخ، لخلطه الرز. فقلت بدل ما اعمل ايه يعني برضو كتر مواعين على الفاضي، وفي نفس الوقت ايه بوفر وقت وبوفر برضو مواعين عشان ما اكذبش عليكم. فحمرت البصلايه كلها مع بعضيها، وبعد ما اتحمرت روحت قسمها اتنين. اخدت نص لخلطه اللهم صل على سيدنا محمد، لخلطه الرز اللي هي بتاعه الفراخ، والنص التاني اللي هو هعمل بيه ال ايه يا قلب امه، يا سلام. ابني الصغير ايه كان نايم يعني انا قاعده وهو نايم جنبيا. ف... صحي من صوتي، فانا عماله اتكلم، فهو ايه عمال يضحك قوي كده، بيبص لي وبيضحك قوي. كان تعبان يعني، كان واخد دوره صعب جدا جدا، بس اللهم لك الحمد، الف حمد والف شكر. بقى احسن كتير الحمد لله. فعمال بقى يضحك لي ايه بالصمت كده يعني، هو بس فتح بقه عمال يضحك ويهز رقبته، بيحسدني ان انا ايه بكلمه هو او بلعبه يعني. اخته خدته بقى. بس يا حبايب قلبي نرجع تاني ونقول دوشتكم معلش. نرجع تاني، اهو حطينا ايه البصلايه اتحمرت، نزلنا عليها بالرز. انا مش عاملاه بالفريك، انا عاملاه بالرز. قلت نجرب كده ايه يعني، حبه كده وحبه كده. الحمام هو اللي بحب اعمله بالفريك. ان شاء الله ان شاء الله انتظروا مني فيديو جامد جدا. حمام وايه ومكرونه بشاميل ان شاء الله بامر الله. بس الطماطم دي انا كنت مفرزاها. طلعت الكيس غسلته برضو تاني، ويا دوبك بصوا زي ما انتم شايفين بتعيني القشره بتاعتها بس على طول. بالنسبه للرز احنا طبعا شمعناه ورحنا نزلنا عليه بشويه شوربه، يعني نص سلقه. هنا هو بوريلكوا خلاص، يعني هو نص سلقه ما استواش سوا كامل. وهنا كنا بنحشي. هنا بقى ايه اخواتنا الحبايب الاتنين الصغيرين. بحشي الفرخه. الحشو بتاعها من الداخل، وبحشي بين الجلد واللحم. يعني ما شاء الله فيهم واحدة صغيرة شوية أصغر من التانية. ما شاء الله ما بقاش في فرق لما حشيتهم، مش في فرق. كل واحدة كبرت ايه قبل التانية. زي ما انتوا شايفين كده بحشي بين هنا وبين هنا. وبالنسبة بقى للصلصة، ما شاء الله خلاص خلصناها. انا يا دوبك قشرت الطماطم وعصرتها في الخلاط، وشوية البصل اللي انا محمراهم معاكم موجودين. وما شاء الله ما كملتيش حاجة وانتي واقفة في المطبخ. شغلي دماغك، ما تخليهاش تقف منك. هعمل كذا هيبقى كذا، هعمل كذا هيبقى اكتر، هيبقى يعني قربي لنفسك المسافات والسرعات بتاعه الاكل عشان ما تعتليش هم الاكل بعد كده. انت لو لسه داخله تعملي انا لسه هعمل ده ولسه هغسل ده، لا، ما تكتريش على نفسك الدنيا وتشيلي الهم، لا.
انا اقول عايزه اعمل ابسط لنفسي الامور حتى لو الحاجه صعبه عليكي. آه، ادعي ربنا اول هام، ربنا ييسر لك الامور. اول هام. تاني هام، سهليها على نفسك. يعني انا نافه لما اغسل مثلا هعمل الصلصه دي عفوا. عايزه حله لوحدها وهعمل حله تانية لوحدها للرز. لا، احط البصله كلها مع بعضيها وارجع اقسمها اتنين. اعمل بقى حاجتين زي ما انا عايزه. انا بعمل كده عموما في حياتي وفي الطبيخ عموما. لما بكون هعمل كذا وصفه بقسمها. وقف. دي الحله اللي جوه دي على فكره الميه غلت، انا حطيت كده لوبيا وانتوا شايفين اهي. حطيت دي لوبيا تتسلق. وفرتي على نفسك مجهود، وفرتي على نفسك مواعين، وفرتي على نفسك وقت قبل اي شيء. فهماني حبيبتي؟ ف يعني انجز كده مع نفسي، احب المطبخ، المطبخ يحبني. هنجز في حاجتي ما شاء الله، هدخل اعمل الاكل في ساعة زمن وهخرج مش هكمل اي حاجة. لا اله الا الله. هنا ديت الشوربة بتاعت الفراخ اهيت. انا لسه بحياها الاول، حطيت ورق لوري والحبهان، ولسه بحط بقى القرفة الخشب والمكعب المرق وكده. اللي انا بحطه دوت حبهان. زي ما قلت لكم قبل سابق ان انا بحب افتح الواحدة اتنين عشان استفاد باللي جواها. بص انا بحط كله قبل الفراخ الاول، لان انا هحطها مش هقلب ولا هعمل اي حاجة، هحطها على طول. كتفناهم كده اهو، خليناهم ناس محترمين. والتانية مكان ما بتتكتف كده دي مقطوعة خالص، انا نسيت وقطعتها خالص، فروحت ايه ربطها كده بفويل. عشان ايه؟ يعني الرز ما يتبحترش منها. بس والله كان طعمهم زي العسل، وعلى فكرة ما شاء الله ما اخدوش مني سوى نهائي. يعني ما اخدوش سوى خالص ما شاء الله، ما كملوش حاجة لان هم شمورت صغيرين اصلا. الفيديو ده على فكرة انا عاملاه من شوية، يعني من قبلها بكام فيديو كده، بس اتأخر عليكم معلش. كل ما اجي انزله ما يحصلش نصيب انزل فيديو تاني. فربنا اذن بقى وجي وقته ان انا انزله بقى خلاص. هنا هي الصلصة زي ما قلت لكم. ونزلنا باللوبيا عليها اهو. هنا ما شاء الله الفراخ كانت اخدت غلوة، يعني خلاص مقربة تستوي. لحسن تحسبوا ان انا لسه حاطه الفراخ وخدت منها شوربه، لا ما حصلش طبعا. انتوا عارفين طبعا ان انا ابصوا ما شاء الله خلاص دخلت على خلاص فاضل لها لا ده انا انتهى. خلاص هي استوت اصلا. انتوا زي ما انتوا عارفين بشغل الفيديو وبفصله بعد ما بصور، وارجع تاني اصور، فبتحسوا ان احنا ايه ما اخدناش وقت في الاكل يعني. يعني الفيديو اللي بينزل لكم بتاع ربع ساعة ده ولا 12 دقيقة ولا ايا كان، انتوا عارفين طبعا ده ان مثلا بياخد ساعة او اكتر او كده. يعني بياخد نفس الوقت اللي انتوا بتعملوا بيه الاكل بتطبخوا بيه. ماشي هسيها وتفضلي. عفوا يا حبايبي، تحسوا ان ولادي ما بيفتكروش اي حاجة هم عايزينها الا لما انا ببدأ اقول انا همنتج فيديو. بتلاقي اللي بقى اللي عايز مش عارفة محتاج ايه وناقصه، واللي كان سايب حاجة هنا وعايزها، واللي عايز مش عارفة يجيب ايه، كل حاجة افتكروها كده سبحان الله انا بمنتج. ربنا يخلي لنا ويخلي لكم يا رب. يبارك فيهم ويحميهم يا رب. هنا رحت طبعا اخدت من الشوربة زي ما انتوا شايفين، ورحت ايه عاملة بقى ايه الملوخية، مظبطة الشوربة بتاعتها. وادي نزلنا بالملوخية معاكم. والفرختين كده خلاص خلصوا معانا، يا دوبك بس ايه هنديهم كده ايه فرشتين ونزقهم في الشواية على طول. بوريكم القوام بتاع الملوخية عامل ازاي. مفيش كلام. لا اله الا الله.
طعم الملوخية كان طعم تقولي فيه سكر بجد، كان طعمه معسل جدا. وشوربة الفراخ على فكرة انا بطبيعتي مش بحبها، عشان ما اكذبش عليكم، يعني انا بطبيعتي مش بحب شوربة الفراخ، بس بجد عجبتني قوي. دي بنتي على فكرة اللي كانت بتعمل الفراخ، قالت لي ماما انا عايزة نعمل الفراخ، قلت لها اعملي. على فكرة انا مش من النوع ان بنتي تقول لي عايزة اعمل حاجة في المطبخ اقول لها لا ما تعمليش. الاول كنت كده عشان ما اكذبش عليكم، يعني الاول وانا واقفه في المطبخ لو حد دخل تلاقي حاجات اتكسرت وحاجات اترزعت تحس ان في قلبان في المطبخ. اللي زيي يا ريت يقول لي ان هو زيي. ف... فجيت بقى كنت افضل اقول لهم اطلعوا بره، محدش يدخل المطبخ طول ما انا في المطبخ. طب انا لقيتها حاجه مش كويسه، دي بنت وعايزه تتعلم، هفضل اقول لها اطلعي بره؟ يبقى مش هتعرف تعمل حاجه اصلا. فبعد كده ابتديت بقى ايه اسيطر على نفسي. انتوا واخدين بالكم طبعا ها، واضغط على نفسي شويه. لا اصبري اتحملي، طولي خلقك شويه لان انا خلقي ضيق جدا. طب اتحملي اصبري شويه شويه هتعمل ايه. فبقيت بقى ايه اقف معاهم في المطبخ اشوفهم بيعملوا ايه. بصوا اللي عدى ده ابني داخل برضو بيسالني في حاجه. انا قلت لكم ما بيحللهمش اي سؤال الا وانا في المطبخ او انا بمنتج الفيديوهات. هنا حطيت معلقه سمنه زي ما انتوا شفتوا معانا، مش معلقه سمنه عاديه، لا معلقه ليا عفوا. اخدنا معلقه من الليا ونزلت بالثوم، وهننزل بالكزبره ايه في الاخر. بس فقالت لي ماما انا عايزه اعملها، قلت لها خدي اعمليها مش مشكله. اخدتها واخدت الصلصه وراحت ايه دهناهم كده، وهي اللي دخلتهم ايه الشوايه كمان. فبدات بقى اخطف معاهم، يعني مثلا ممكن واحده تقول لي انا عايزه اعمل التومه بتاعه الملوخيه، اقول لها مش مشكله تعالي اعمليها. فاهمين يا حبايبي؟ مثلا عايزه اعمل الملوخيه، اقول لها اعمليها بس لو لقيت فيها قطعه واحده بس كده كتله هتزعلي مني. تقول لي حاضر. فبالطبع ما شاء الله تروح عاملاها كويس جدا. ما شاء الله الله اكبر، عملت الملوخيه احلى مني انا. مش المره دي انا اللي عاملاها، عملتها قبل كده. بس فعلمي بنوتك وخليها تخش المطبخ وقلبها يجمد كده وتعرف تعمل وتبقى احسن منك ومني، ويعرفوا يعملوا كل حاجه ان شاء الله عشان يعتمدوا على نفسهم برضو. كنت بخاف جدا جدا من الخطوه دي، بس لا الحمد لله ابتديت فيها. الملوخيه الشهقه بتاعتي هي ما بتبقاش حلوه بالشهقه طبعا، هي بتبقى حلوه بذكر الله لان انا بسمي الله قبل اي شيء. واجي ما شاء الله كمان الفراخ طلعت اهي من الشوايه. بصوا اوريكم شكلها عامل ازاي. ما شاء الله ما اخدتش سوا خالص، اصلا ما بتقطعيها كده بتتقطع معاكي على طول. وادي الملوخيه، ملوخيه في التقليه على رأي بنتي. ما كملش معايا الاكل حاجه ما شاء الله، وخلصت الاكل اهو زي ما انتوا شايفين. اديكوا شفتوا معايا. اي نعم في من ورا الكواليس حاجات شويه وتأخير في الوقت شويه. بس بجد زي ما قلت لكم لو انت هتعملي مثلا كذا حاجه، مثلا ببصله واحده او مثلا بنوع طبيخ واحد، مش طبيخ اللي هو يعني، لا اقصد كذا صنف بس صلصه واحده. فتقسمي تعملي هي الحاجه واحده، بصلايه واحده طماطم واحده وتقسمي على طول. الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين، ادي الفراخ واللوبيا والملوخيه والرز. ده انا مش عاملاه، الرز دوت اللي فاض من اللهم صل على سيدنا محمد. اللي فاض من الفراخ طبعا انتوا عارفين ان انا مش بخليه زفر، مش بزفره، باخد جزء جزء واحشيه. اللي فاض رحت واخداه مكمليه التسويه وخدت منهم الطبقين دول. يبقى كده عندنا فراخ محشيه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بصوا طيبه ومستويه كويس، وملوخيه ولوبيا وطبقين من الرز بتوع الفراخ برضو الفايضين منه. بوريكم الشكل اهو ما شاء الله. بصوا التقطيع ما شاء الله مش محتاجه اي كلام، مستويه مستويه. اتمنى الشكل يعجبكم والتقديم يعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير حبايب قلبي، فضلا ليس امرا. ويا ريت اللي ما اشتركش ينزل يشترك عشان يوصله كل جديد معانا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ويا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله بامر الله. مع الف سلامه.